ورحمة الله وبركاته. معكم محمد الكهربائي. طبعا اليوم شرحنا عن كيفية فحص موتور المبردة. طبعا دي أغلب الأحيان يصير به هنا أعطال بسبب ارتفاع الكهرباء أو انخفاض الكهرباء. قاعد تنزل عندنا الكهرباء ل 160 أو 150 أو 170 وتصعد عندنا ل 250 بعض الأحيان. هذا الأعطال مالتهن أكثر الأعطال اللي تصير بالكنديسر، لأن الكنديسر ما يتحمل ودا يعطل. طبعا الكنديسرات أنواع، هذا النوع وهذا النوع الصغير. النوع الصغير مال هذا السرعة البطيئة، والنوع السريع هاي القدرة مالته 12، وهذا 7 و3.3. طبعا أنا هسه موقف السرعة وحاط كنديسر بس البطيئة. طبعا هسه راح افحصلكم اياه واشوفكم شلون عملية تبديل الكنديسر. طبعا هسه شوف بس صوت الونين هذا يصير عندك دائما بالبيوت. طبعا هذا خلل بالكنديسر، اما خلل بالملف. احنا راح نبدل الكنديسر اذا اشتغل عندنا ما بشي، واذا ما اشتغل عندنا لازم تبدل ملف. واغلب الموتورات ما يتبدلها ملف، لان ملفها يجي مو نحاس. الملف نحاس، واذا يتبدل فتودي لاختصاص الملفات يبدلولك اياه. اما سعر الموتور 55,000. راح نفتحه ونشوفكم شلون تبدلون الكنديسر. طبعا هسه انا قاعد افتحه ان شاء الله شوفكم. طبعا انا عودتكم قناتي لتصليح الصيانات المنزلية احسن ما تجيب كهربائي تصلح بيدك بالبيت، شغلة سهلة. طبعا هذا الكنديسر مالته صغير نفس هذا الحجم، فقاعد يون عندي. اذا احط الحجم الاكبر راح يشتغل عندي بصورة صحيحة، او هذا بيخلي تبدله بحجم اصغر. اذا المبرد عندك بطيئة تحط حجم اكبر، واذا بسرعتين اذا تقدر تحط السرعة العالية تحط هذا، واذا السرعة البطيئة هذا. انا مشغل طبعا سرعة واحدة، ما مشغل سرعتين. راح ابدل احط هذا الجديد نفس التركيبة تركبهن. هنا نفس الاحمر يجي هنا، والاسود والجوزي تغذية هنايا. مو مشكلة لو حتى يتغيرن بكاناتن هيج، مو مشكلة. طبعا راح احول هذا وافحص لكم اياه وان شاء الله يشتغل بصورة صح، واذا ما اشتغل خله بالملف. طبعا هسه بدلنا، حطينا الجديد وهذا القديم. طبعا راح نرجعهن ونقفل. قبل ما نقفل راح نفحص احنا نشوفه يشتغل ام لا. صراحة نفحص نقول بسم الله الرحمن الرحيم. موتور شغال ما بشي. اذا الكنديسر خلى كامل الكنديسر، والسرعة هاي البطيئة. اذا تريد تحط سرعة ثانية والعالية تربط نفس الربط تحط هذا. انا مشغل طبعا سرعة واحدة. هذا الويرات والمتيبهن لاغي السرعة العالية، لان بسبب هاي الموتور يضرب سرعتين وهو سوى هاي. فهذا لا تريد تحط السرعة السريعة تربط هسه هذا. هسه شفتوا السرعة مالته. راح اشغل لكم اياه من جديد بسم الله الرحمن الرحيم. هاي البطيئة راح اربط السرعة القوية واشوفكم شلون السرعة مالته. هسه رجعنا لكم وربطنا لكم هذا الكنديسر القوة أكثر من هذاك الكنديسر الصغير. هذا السرعة تصير أقوى. طبعا هسه راح أشغل لكم بسم الله الرحمن الرحيم. شو السرعة هذا أقوى، لا تلاحظ السرعة أقوى، حتى ناوته قوي شو الموتور يهتز. هذا جدا سرعته قوية. انت بعد كيفك تريد تربط هذا او تربطهن اثنيناتن وتطلع ويرات ثلاثية وجوازات. طبعا الرابط موجود بالقناة مالتي كيف ربط المشغلات المبردة. طبعا جدا سهل توزيعها. طبعا هسه هذا شافكم الشرح ان شاء الله يعجبكم. هذا تبديل الكنديسر اليوم علمناكم. واذا خلى بالموتور طبعا لازم تبدل ملف، وانا ان شاء الله عن قريب اطلع لكم مقاطع شلون تبديل الملفات وهاي اذا الوقت طويل ان شاء الله. بس علمناكم شلون ربط الكنديسر، وان شاء الله يعجبكم الشرح. تحياتي لكم محمد الكهربائي. كل ما هو جديد ان شاء الله تواصل معي على الواتساب او الفايبر.